مباراة الزمالك والبنك الاهلي كده على السريع. الزمالك بدأ اللقاء ب 4-4-2، ده كله كان على الورق. طب اللي كان في الملعب ايه؟ الزمالك كان بيلعب 4-3-3، كان بيلعب على اليمين بزيزو وعلى الشمال بسيف الدين الجزيري ويوسف حسن، وعلى طول كان يوسف حسن والسيف الجزيري كان بيبدلوا مع بعض. ان البنك الاهلي كان الشوط الاولاني كله دفاع منطقة والهجمة المرتدة. بطل الشوط الاولاني كان محمد عواد، مفيش كلام. لعيبة الزمالك كان بياخد منهم الكورة كان بيحنكش وبيحاول ان هو يشوط. طبعا سريعا في الشوط الثاني فيريرا فكر، لا مفيش وقت، لا مفيش هزار، نزل يوسف اسامه نبيه، نزل دونجا، نزل شيكابالا، نزل سامسون. بغض النظر بقى للتكتل الدفاعي اللي كان بيلعب بيه حلمي طولان طول الماتش، والتقفيل على لعيبه الزمالك واللي هو مش مخلي فيه مساحات خالص حتى بعد نزول شيكابالا. كره للزمالك من ضمنها كره مثلا الوان 2 بتاعت زيزو امام عاشور، وزيزو سرع فيها. وروح الفانلة البيضاء تظهر في الدقيقه 95 من اللقاء. الكره جت عند شيكابالا يلعبها لزيزو، زيزو يرفع عرضيه بالمقاس بالسنتيمتر، ويجي يوسف اسامه نبيه وينهي الكلام. هي دي الروح اللي احنا محتاجينها الفتره القادمه بالنسبه لنادي الزمالك، اللي يبقى عندك اصرار لاخر دقيقه اللي انت تجيب الجول. وطبعا لا ننسى دور محمد ابو جبل اللي جه في الدقيقه 88 ووقف الماتش عشان كان دراعه مش عارف كان فيه واوا، وكان سبب في اللي احنا ناخد 6 دقائق. الف شكر ليك يا ابو جبل، والجايات اكتر.